ومش عشان بقى انا بحكي دلوقتي وهنحكي قصتي دلوقتي يعني عن السفر والحاجات دي كلها ايا كان هتبقى بحاجه حلوه او حاجه وحشه. فمعنى كده ان انا اكون بحبطك او ما بحبطكش. ممكن تبقى انت حالك احسن من حالي وربنا كاتب لك الخير احسن مني، وممكن تبقى زيي وممكن تبقى اقل مني بحاجه بسيطه. الشهر عرفت تعين 50، عرفت تعين 100، عرفت تعين 200، هتلاقيهم برضه هيجوا لك في وقت الشهر اللي بعده غصب عنك ممكن تتزنق وتلاقي مم. نفسك انت بتصرفهم ومحتاج فلوس اكتر منهم. أهلا بيك في تاني حلقة من بودكاست من البحر للحلم. أنا قاعد النهاردة مع أحمد دوت صديقي، وبرضه مصورين كذا فلوج كده سوا، ممكن ترجع وتشوفهم أو أنا ممكن أحطهم تحت في الوصف. بس أحمد عنده قصة حلوة جدا، هنبدأ بيها. بإنت جيت إزاي؟ جيت مثلا سياحة، قدمت سياحة زي ما أي حد بيقدم مثلا سياحة. مم. عادي بيجهز الأوراق بتاعته وكده. ممكن مثلا في ناس بتساعد من ناحية اللي هو مثلا حد ياخد منه مبلغ. مم. دول بيضحكوا على الناس يعني، اللي أنا هاخد مثلا منك 200,000، آه. هاخد منك 150,000 مم. عشان خاطر أعمل لك أطلع لك الفيزا بتاعتك. وهو ما بيعملش أي حاجة بالفلوس دي، هو مجرد الربح بتاعه التكلفة البسيطة. مم. وجات معاك تمام، ما جاتش معايا خلاص. مم. ما خسرش حاجة، هو كسب مثلا بيكسب له حوالي 10,000 جنيه على حسب يعني بقى انت تشغيل يعني دماغه، فاهم؟ يعني يعني انت اتعاقدت مع مكتب يعتبر؟ لا، ما تعاقدتش مع مكتب، مش في القصة دي خالص. اه. انا جهزت ورقي، عرفت الاوراق مثلا كذا بتعمل كذا كذا كذا. امم. مثلا حاجة زي حساب البنكي، امم. انك مثلا لو شغال في شركة او حاجة زي ديت امم. بتجيب من الشركة اتش ار امم. عشان ايه خاطر الاتش بتقدموا ار فيه. دوت؟ الاتش ار ده اللي هو بيبين انت شغال في وظيفة كذا كذا كذا، اه. البوزيشن بتاعك كذا كذا، اه. راتبك كذا كذا. فانا عايز اخد مثلا اجازة من الوقت الفلاني للوقت الفلاني عشان خاطر اسافر فيه. امم. بس هو ده الاتش ار. امم. حساب البنكي اللي هو مثلا تبقى انت عندك حساب بنكي شغال، امم. مش متذكر بالظبط اللي هو باين كده ازيد من ال6 شهور باين او ازيد من السنة، مش متذكر امم. بالظبط اللي هو ايه. امم. بس الفكرة مش في كمية الفلوس اللي عليه. اه. يعني مش واحد مثلا يقول لك هو انا لازم يبقى معايا مثلا نص مليون جنيه، لازم يبقى معايا امم. 100,000 جنيه في البنك مثلا. امم. لا، مش شرط في حاجة زي دي، بس شرط اللي هو يبقى فيه فلوس يعني داخلة وخارجة. تعاملات في رايحة تعاملات جاية. كتير، بتشتري حاجة، اه. في حد بيحول لك فلوس، بتحول لحد فلوس، اه. قبضك بيجي، امم. بتشتري مبيعات، الحاجات دي امم. كلها، فاهم؟ اللي هو لازم مش يبقى لسه فيه فاتح، تعامل. اللي هو يعني مش لسه فاتح لا حساب جديد. لا لا لا، اه. لازم يكون فيه تعامل. امم. مش مرة واحدة استلف من امم. واحد مثلا صاحبي ولا قريبي، اه. استلف منه نص مليون جنيه، استلف منه 100,000 جنيه، 50,000 جنيه، اه. أحطهم في الحساب لحد ما أقدم وأطلع كشف الحساب وبعد كده أخرجهم. لا، الموضوع مش في اه. كده. لازم ممكن. يكون في تعاملات رايحة جاية. أيوه، هي الفكرة في التعاملات. ممكن امم. بقى ساعات بتيجي مع ناس صدف كده، أكيد لازم تيجي مع ناس صدف أكيد اه. يعني. بس ده جزء كده أهو. طيب انت بقالك قد ايه هنا في هولندا؟ أنا كده بقى لي سنة. سنة. مم. اه. وماشي، يعني انت دلوقتي بقالك سنة، يعني من سنة كده طلعت الورق، وايه الورق المطلوب؟ توصل الورق المطلوب إيه؟ اللي هو عشان أعمل عشان إقامة هنا يعني، لا، ولا عشان يعني خاطر عشان اللي تيجي، يسافر، لا عشان حد تيجي عايز يسافر؟ سياحة. اه. يعني مثلا متجهز مثلا اللي هو حاجة زي الحاجات اللي اتكلمنا فيها، مم. ال HR وحساب البنك. وحساب البنكي. وايه كمان؟ لو مثلا المكان بتاعك، الموقع بتاعك بتاع سكنك مم. موقع كويس، مم. دي حاجة تفيدك. لو موقع مثلا من القرى مم. أو أماكن اللي هي مش أماكن صغيرة، فاهم؟ مم. مثلا بلادنا عادي، هي بلادنا. فلو عايز مثلا تجود شوية وتعمل حاجة أحسن، ممكن تغيرها مثلا للقاهرة، في أماكن في القاهرة نظيفة. مم. شوف حد مثلا يغيرها لك وكده. مم. ده كده جزء في بقى اللي هو ال HR، اللي هو أنت متعين مثلا في مم. شركة. مم. ممكن تبقى شركة قليلة، مم. ممكن تبقى شركة كبيرة. مم. ممكن لو أنت مثلا مش متعين في شركة ومثلا عندك عمل خاص بيك أنت لوحدك، مم. تجارة استيراد وتصدير مثلا، مم. بتفتح اللي هو السجل التجاري. مم. عندك مثلا سجل تجاري مثلا، مم. برضو بتقدم حاجة زي دي. يعني اللي هو اتش ار مم. في اللي انت شغال في شركة، يا اما عندك سجل تجاري مثلا في استيراد استيراد وتصدير. تصدير، اي حاجة يعني عندك ليها سجل تجاري اللي هو انت وليها خارج فلوس. تجيب بضاعة.
مثلا، اه. او مثلا اي حاجه بقى بتخش لك عليها فلوس انت عامل عليها اللي هو السجل مم. التجاري. مم. دي حاجه. مم. قلنا ايه تاني؟ احنا اللهم قلنا صل على الاتش النبي. ار، اه الحساب البنكي، سجل تجاري، وايه كمان؟ ايه الاوراق اللي انت حضرتها؟ ما هو دي حاجه من ضمن الحاجات، وفي بقى اه. الحاجات اللي هي الترجمه اه. والحاجات التانية دي. تمام. مم. بس ايه تاني؟ مش متذكر ايه تاني. ممكن مثلا اللي هو الحاجات بقى البسيطة اللي انت بتكون عارفها، مش شرط انا مم. بس اللي اعملها، الناس كلها بتعملها. مم. بيروح باين يطلع استخراج امني. مم. وطبعا ايه الاستخراج الامني ده؟ على ما اعتقد ده كده كنت بطلعه، وطلعته من العباسية، من المكان بتاع الجوازات باين. مم. مش متذكر اسمه، استخراج الامني باين او مم. حاجة الامني. مم. مش متذكر بصراحة. مم. بس حاجة زي دي كده اي حد بيقدم بكده مم. كده بيقدم الحاجات دي مم. كلها، فاهم؟ اه. وايه كمان؟ بيروح يطلعه وكده، والترجمة بقى زي ما انا قلت لك اه. وبس. اه. بيكون بقى طبعا حاجز طيران وطبعا مبدئي. الباسبور دي طبعا اه. بداية اصلا، اه. دي بداية. بيكون حاجز طيران مبدئي، اه. حاجات مبدئية. ما بيدفعش فلوس، هو بس اه. مجرد الحاجات. حد مثلا تروح مكتب سفريات اه. بيحجزها لك، اه. فاهم؟ يعني مثلا آم، تروح لمكتب مصر للطيران تقول انا عايز مثلا اي مكتب من ضمن اعمل الحاجات بتاعت اه. السفريات بيحجزها لك. وبتحجز برضو فندق. مم. مثلا انت لو عارف ممكن تجيبها من على شات جي بي تي. مثلا انت مم. عايز تقدم اسبانيا او تقدم هولندا، مم. تقدم اي بلد. خش على شات جي بي تي. بس الحق الموضوع ده مفقوس شوية. مم. خش على شات جي بي تي قول له انا عايز خطة سفر مم. لمدة مثلا 10 ايام مم. اللي انت هتطلعها. اه. فخطة سفر مثلا البلد اللي انت هتطلعها مثلا اسبانيا، هولندا، كذا كذا. اه. فهيجيب لك خطة سفر. النهاردة تروح في المكان الفلاني، المكان مم. كذا كذا كذا، مم. والمكان كذا كذا كذا، فاهم؟ مم. هيجي لك الحاجات دي كلها. هتطلعها وتطبعها باسلوب شيك كده او حاجه شيك. اه والله. اللي هو يعني تاخد الكلام منه وتكتبه اي. بطريقتك. ما هو هيقول لك، بالظبط. ما هو اه. الكلام فعلا واقع يعني، مش اه. هيقول لك حاجه غلط. هيقول لك بالظبط. المكان الفلاني هتروح في هولندا، هتروح امستردام، هتروح في الحته الفلانيه النهارده مم. كذا كذا كذا. والفنادق برضو بتخش على بوكينج. مم. ممكن حد يساعدك في الحاجات دي وياخد مكانها مقابل مادي بسيط. مم. وممكن انت اللي تساعد نفسك بيها، مم. فاهم؟ بتحجز مثلا من على بوكينج اللي هو حجز الفندق. المبدئي. حجز مم. مبدئي مم. الفندق. مثلا عايز تحجز مثلا انت هوستل، مم. عايز تحجز فندق، كده كده مم. بتدفعش فلوس. مم. بتدفعش مبلغ باين كده، بتبقى رسوم بسيطة لما بتيجي مم. تلغيه مثلا لو ما مم. حصلش نصيب اللي انت اترفضته كده. اه. بس دي كده خلاص. اه. ماشي. انت طلعت الورق ده كله، او قعد معاك وقت قد ايه تقريبا؟ الموضوع مش موضوع وقت قد ايه، الموضوع موضوع مش وقت ورق. اه. موضوع مواعيد بتاعة السفارة. اه. المواعيد بتاعة السفارة عندك مثلا سفارة اسبانيا اه. تفتح مرتين في الشهر. لا بس انت معاك انت، يعني انت قدمت في سفارة هولندا؟ اه لا، اسبانيا. انت قدمت في اه. سفارة اسبانيا؟ مم. اه ماشي. وقعدت وقت قد ايه في سفارة اسبانيا؟ لحد ما رحت المقابلة وجالي الرد. اه. كان حاجة واربعين يوم، مش متذكر بالظبط اه. قد ايه، حاجة واربعين يوم. اه. وانت بتدي لهم الباسبور وبتدي لهم زي الورق كل حاجة اه. انت بتاخد ميعاد. الموضوع الاول ايه؟ امم. هي مثلا زي اسبانيا بينزل لها ميعادين في الشهر. امم. مثلا انت بتشوف مكتب لان انت امم. متعرفش، انت شخصيا انت اه. متعرفش تخش تاخد الميعاد خالص. اه. بتشوف مكتب مثلا يجيب لك الميعاد مثلا ايا كان هيجيبه لك بكام، اه. بألف، باتنين، بتلاتة، بأربعة. اه. كل واحد وشطارته هو، كل يعني واحد على لازم حسب ما عرفت. وسيط؟ الموضوع دي واحد صاحبي جربه. اه. كان صعب بالنسبة له. لازم اه. تفضل ماسك التليفون يعتبر شبه 24 ساعة ماسك اه. التليفون. الموقع هيفتح، ممكن يفتح دقيقة واحدة اه. ويقفل. اه. الدقيقة الواحدة دي انت المفروض تخش تحجز فيها الميعاد بتاعك اه. للسفارة اللي انت هتروحها. اه. لو اتقفل خلاص، استنى الميعاد التاني بتاع نص امم. الشهر التاني. امم. نفس النظام كده، تفضل قاعد مثلا بيبقى في مدة حوالي مثلا 5 أيام. امم. انت متعرفش هو هينزل امتى. امم. ممكن ينزل وانت بتصلي اه. انت في الحمام فاهم؟ مش ممكن انت وانت في مشوار اه. هتقعد 24 ساعة ماسك التليفون. اه. حصل مع واحد صاحبي قعد امم. حوالي يومين او ثلاثة. هو اتحدى نفسه قال لا، ده انا اه. امسك الموبايل وشوف انتوا عمالين تاخدوا مني ونفع؟ 2000 و3. لا ما ينفعش. اه. ما ينفعش خالص. وفضل ماسك الموبايل. اه. وعرف ان الموقع فاتح وعمال عايز يعمل يحجز. الحجز بتاعه، مش راضي يعمل اه. حجز، مش راضي، اتقفل. اه. بس اضطر اللي هو يشوف مكتب.
فالمكتب طبعا بيبقى معاه ناس تانية، مم. فمديهم مواعيد مع مم. مثلا 10. مم. فلما يفتح الموقع مم. اللي بيلحق يسجله بيسجله. فاللي هو يعني من فاهم؟ الاخر كده خلاصة الكلام دوت لازم نشوف حد هو اللي اللي يحجز هو لك في يعني المواعيد انت دي. تعرف تحجز بنفسك بس صعب، فلازم وسيط. المكاتب بيبقى عندهم حاجة برامج وكده اه بتخش تلقائي كده على طول أول ما الموقع بتحجز. يفتح. اه البرنامج على طول بينزل الابليكيشن. بينزل الحاجات، البيانات بتاعتهم بتاعت اه العملاء اللي عند المكتب اه في ثانية على طول على اه طول. فاهم؟ اه فدي بقى بتفرق على شطارة صاحب المكتب، امم فبتفرق في الفلوس. امم ممكن واحد يقول لك 1000، امم فيكون بيقول لك مثلا 1000 اللي هو واحد زيك، امم فقال خلاص أنا هعملها شغلانة وأفضل ماسك التليفون وأحجز الناس. اه ده ممكن يكون عادي شخص كده من غير برامج وكده. اه لكن المكتب بيكون شاري حاجات معينة، مواقع معينة عشان اه خاطر يساعدك فيها، اللي هو ياخد اكتر عدد من الناس اللي هو اه يقدم لهم ويحجز لهم، امم مقابل كده بياخد فلوس امم بس. فاهم امم كده؟ ده جزء. ماشي. ويعني انت قدمت مع مكتب، والمكتب دوت يعتبر حجز لك الميعاد. حجز الميعاد، بتاخد اه الميعاد، اه بتروح اليوم من الميعاد بتاعتك امم بالورق بتاعك كله، كشف الحساب بتاعك امم والترجمة والاتش ار والحاجات كلها اللي بتبقى مطلوبة. امم بتروح، ومثلا زي سفارة اسبانيا كانت بتدفع هناك 117 يورو بتالي امم الدولار. امم وبس وزي هولندا بتهيألي كده كان حاجة وتمانين امم دولار، وممكن تدفعهم بالمصري. لكن امم اسبانيا لا، ما ينفعش تدفعهم بالمصري. امم ما كنتش متذكر حتى اللي ان داخل ان اسمه ايه، مش انت متذكر دلوقتي يعني امم اسمه ايه. انت انت يعني حاولت في سفارة هولندا ولا؟ لا ما حاولتش ولا. اه هو يعني اسبانيا انت بس. جيت على اسبانيا على اه طول. اه اه ماشي. واخدت تأشيرة اسبانيا اه الحمد الحمد لله. لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب سافرت على اسبانيا مم. وبعدين؟ قعدت بقى في فندق. انا المفروض كان اصلا معادي 7 ايام، اه 3 او 4 مش متذكر اه في مدريد. اه 4 في مدريد اه و3 في برشلونة، لأن برشلونة أغلى. فاهم؟ فالفندق فيها أغلى. فأنا اه حجزت أول ما خرجت من المطار على طول، مم. أكدت الحجز بتاع مدريد. مم. أنا كنت مأكد بتالي الاتنين. مم. لا ما كنتش مأكد الاتنين، كنت مأكد واحد والتاني ما كنتش مأكده. مم. أول ما وصلت أول ما وصلت من مدريد مم. كلمت المكتب، قلت له الغي لي بقى بتاع برشلونة. اه فلغيت بتاع برشلونة وقعدت في أسبانيا في مدريد اه ال4 أيام. وبعد اه كده رحت قعدت شوية مع واحد صاحبي فترة كده، مش متذكر هي فترة قد إيه. اه وبعد كده جيت على هولندا اه بس. ماشي. بس يعني انت سافرت على اسبانيا، التأشيرة بتاعتك كانت 7 ايام ولا كانت قد ايه؟ هي المفروض بتجيلك حوالي 15 يوم. بس 15 أنا يوم. أول حاجة باين كده بتجيلك 15، هي اه كانت جاية لي أنا 15 يوم. اه بس أنت بكون طالب 7، اه لسه طالب 7 أيام. اه فعامل على أساسها بقى الاتش ار، أنا اه شغال في الوقت الفلاني، اه فعايز أجازة من مثلا يوم 1 لحد يوم 7. اه فمينفعش أنت تروح مثلا. مم. ما جربتش حاجة زي دي، بس في ناس كانت بتقول مع عادي. ان الفيزا الشنجن يعني المعروف عنها انها يعني 3 شهور. اول حاجه بتجيلك بين 15 يوم، اه وبعد كده مش متذكر بصراحه الترتيب بتاعها ايه. اه بس اول حاجه باين بتجيلك 15 يوم، بعد كده اه باين شهر، اه وبعد كده باين حاجه 40 يوم، ممكن مم. 3 شهور دي في الاخر خالص. مم. يعني 3 شهور دي بعد يا كذا بعد كذا مره انت بتروح بتسافر فيها بعد اصلا. كذا سفرية. كذا سفريه، وبيبقى ليك مش عارف دخول باين كده متعدد. يعني اه مش مره واحده اللي انت تروح اه فيها بس، عادي بيبقى ليك اه المده دي كلها اللي انت تسافر تروح وترجع. مم. نفس النظام ال 15 يوم دول على باين مم. كده على ما اعتقد. مم. ممكن تروح وترجع برضو فيهم مم. مم. على ما اعتقد، مش اكيد، مم. مش اكيد الكلام ده مم. بس. ماشي. وقعدت فترة في الأوتيل وفترة عند واحد صاحبك، وبعدين جيت على هولندا. جيت هولندا ازاي؟ جيت بالباص. بالباص. اه اللي هو فليكس باص الفليكس باص. باص بقى. فليكس باص. كام ساعة ما فيش حد بيسافر في أوروبا ما بيركبش الفليكس كام باص. ساعة حوالي
30 ساعة 20 حوالي ساعة 36 ساعة على ما اه اعتقد 36 ساعة، لا مش 36 ساعة، كان حوالي الساعة 2. ده انا اتسحلت سحلة، يعني لا اتسحلت مش سحلة. 36 لا. رحت بلجيكا، يعني هسيب برضو الفيديو تحت في الوصف. ما انت بتيجي من رحت اسبانيا. بلجيكا ورجعت بالفليكس باص م- بس. انت بتيجي من اسبانيا بتخش باريس، ومن باريس تخش بلجيكا، ومن اه بلجيكا تخش هولندا، فاهم؟ اه كان حوالي 26 ساعة. اه ايوه 26 ساعة. لا ركبت طبعا باصين طبعا. اه حولت طيب، ركبت من باريس باص مم. تاني. مم. بس هو الباص اللي كان هناك بقى كان دورين، فاهم؟ اه فكان برضه ما كانش مريح قوي زي الباص اه الاول. بس طبعا كل مثلا ساعة ونص او ساعتين يقوم واقف في ريست، مم. تنزل بقى تشرب كوفي، تجيب اي حاجة تاكلها. انا ربع كنت بقى ساعة جايب كده في بسكوتات السريع وشوكولاتات. اه. اه. ماشي، ووصلت هولندا، وصلت فين؟ في أنهي منطقة لو تتذكر؟ وصلت في اي منطقة على ما اعتقد كده، انا كنت شفتها على الماب من فترة. مش متذكر فين بالظبط، باين كده في الزاوية باين. مم. على ما اعتقد مش متذكر بالظبط فين، بس مم. على ما اعتقد في كانت في أمستردام الزاوية. يعني ولا في في امستردام، روتردام؟ في اه امستردام. اه نزلت وكده وعمي جه خدني يعني. اه. يعني إن انت كنت قاصد انك اصلا تيجي على هولندا؟ اه انا اه. كنت عايز اجي هولندا. اشمعنى هولندا؟ هولندا جميلة بقى بتاع وعم محمد هنيدي اللي مطلع عينينا. اه. لا هو قال، هو حكى كل حاجة. مم. وخلي بالك الفيلم ده احنا كنا بنسمعه واحنا في مصر اه بقصة ودماغ تانية. حتى اه انا لسه كنت بتكلم مع والدي في الموضوع ده من كام اه. يوم والله. قلت له فكرتنا عنه واحنا في مصر حاجة، مم. وانك تيجي هنا وتشوف الواقع. وتتعامل اه وتتفرج مثلا على الفيلم ده تاني، والله بفضل اتفرج عليه، افضل اضحك عليه. اه والله بفضل اضحك من المواقف اللي كانت بتحصل. اه. اللي في مصر احنا كان في، يعني في دماغنا في مصر ما نفهمش المواقف دي، مم. ما نعرفهاش برضو زي اللي هنا. المواقف بتاعت الضرايب ومش عارف اه. يتمسك في الشارع وما ينفعش، وباركنج والحاجات دي باركينج. كلها. و... رستخ رستخ يا زكي يا رستخ. وسهولة ان يعمل فلوس ويشتغل اه. في فندق والحاجات دي كلها مم. طبعا ما بقتش زي دلوقتي خالص. مم. لان باين كده الفيلم ده اتعمل 1998 او مم. 99. مم. ده زمن تاني وغير الزمن ده خالص مم. خالص. اسأل مم. اي حد حتى في هولندا هنا من الناس الكبيرة، مش الشباب اللي زينا، مم. اللي كان جه زمان في الثمانينات كمان، هيفهمك يقول لك مثلا الايام دي كانت ايام حاجة تانية مم. غير دلوقتي خالص. مم. كان بالنسبة لهم ممكن يجي يشتغل اسود مش معاه ورق، مم. يشتغل يلاقي سكن، ممكن الحكومة تديله سكن وهو مم. اسود كمان. اه. سنة سنة بقى في حاجات قوانين ممكن تعمل بيها ورق، دلوقتي قفلت خالص. تعقيدات مفيش خالص وحاجات دلوقتي اه. ماشي، بس يعني انت بتقول ان يعني عمك جه خدك، يعني انت كنت قاصد تيجي هنا وانت ليك حد هنا؟ ايوه ليا قرايبي هنا، ليا عمام. امم امم امم. واول ما جيت الاقامة بتاعتك طبعا لسه سارية ولا ما كانتش سارية خالص؟ لا ما كانتش سارية. اه. فجيت بقى دورت على شغل، قعدت حوالي مثلا شهرين او 3 شهور امم مش لاقي شغل. امم وكنت بدور برضه على سكن، فاهم؟ امم آه. بعد كده ربنا يسرها معايا، بقيت انزل مع ناس كده امم ايام قليله، فاهم؟ امم بالتليفون، يا احمد روح المكان الفلاني امم. تشتغل فيه، نفس بقى همام ما كان بيحصل في همام بالظبط. روح هنا واتمرمط هنا، وروح وشيل وحط واعمل، اه اشتغل في هنا. اه اشتغل وانت ساكت، اه. فاهم؟ من الاخر يعني. امم. انت بتشتغل بس اول فتره دي عشان خاطر الموضوع كان صعب ولا كان سهل ولا كان عامل انك ازاي؟ بتشتغل في بلد انت لوحدك ولغتها غير لغتك، وحياتهم غير اه. حياتك، وعيشتهم غير. بص ما فيش حاجة شبهك تقاليد أصلا. وعادات كل حاجة، كل حاجة. وإنك تشتغل في مكان تلاقي كله عمال مثلا بيشرب كحول والكلام ده كله، مم. وإن يحبوك ويجي يقول لك طب اشرب. أجيب لك درينك ليك، أجيب لك، اه. طب أجيب لك، لا لازم أنت فاهم كل شوية، لا أنا ما انا مش بشربش. بشرب. أنا مش بشرب، أنا مش بشرب، طب انا كده تاكل. بشرب. طب على رأي نجيب لك محمد اكل، رمضان. نجيب لك اكل، طيب طب مم. نجيب لك حاجه، لا انا ما باكلش الحاجات دي. مم. بدات اعرف بقى اني اصلا الزيوت والحاجات دي كلها ممكن اصلا يبقى مم. فيها معمول فيها حاجه مثلا مم. خنزير.
فما ينفعش تاكلها. ممكن تقول مم. مثلا اكل بطاطس زي ما اتكلمنا قبل كده في حاجه اه زي دي، ممكن تقول اكل بطاطس يا عم عادي، ايه يعني بطاطس بطاطس حلال هتتقلي. يعني، دي عادي يعني خضرة مش في دماغك. لا، يعتبر. ممكن تكون الزيت اللي كان معمول فيه البطاطس ده معمول مم. فيه حاجه بلحمه خنزير، مم. فاهم؟ فتبقى برضه حاجه غلط اللي انت تعملها. لحمه، مم. الحاجات دي كلها فراخ مش حلال. مم. كل حاجه هنا يعتبر معظمها مش حلال. مم. مطعم هولندي طبعا مش هيجيب لك حاجه حلال فيها، لا. فاهم؟ مم. بس دي الفكرة. بدل ما بتنطط من شغل لشغل لشغل لشغل، نقعد فترة نريح ما فيش شغل، مم. فترة تشتغل. حاليا برضو الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله مم. ما فيش شغل، الحمد لله برضو الحمد ربنا لله. هيرزق بإذن الحمد لله الله. على كل حاجة. اه يا عم الحمد آه. لله على الحمد لله. مم. آه بس بس يعني انت جيت هولندا، اول شهرين دولت عملت فيهم ايه؟ أول شهرين طبعا كنت بدور على شغل، ومثلا مم. برضو المعارف بيدوروا لي مم. كده. ممكن اتعرفت ساعتها على أحمد صاحبنا، مم. اتعرفت عليك برضو. مم. بس بدأنا نندمج شوية مع طب المجتمع يعني. طب ديت حاجة حلوة قوي، ممكن نتكلم فيها برضو. اتعرفت عليا ازاي؟ فاكر الموضوع ده بيقلش في التيك توك وبتاع، ودخلت لك لايف بتاعي كنت انت في اه العربية اه وعمال بتشغل اغاني وبتاع، ودخلت اه كلمتك وقلت لك مش عارف انا كنت جديد وكده، انت كنت بتكلمني ازيك اه. وانت منين. قلت لك كلمة راحت كلمة جت، مم. عرفنا بعض، اتقابلنا قعدنا بقينا اصحاب مم. كده. حلو. شايفين يعني؟ تابعوني على اللايفات وكده، نتعرف ونبقى اصحاب عادي. لا بس يعني ماشي. وبعد الشهرين دولت يعني الحمد لله ربنا رزق بشغل، واللي هو على الأقل يعني اللي هو زي ما بيقولوا في مصر سبوبة هنا وسبوبة اه هناك. ممكن تجيب مثلا تتحرك شهر، تجيب ايجارك شهر اه مثلا، تحوش منه تلاقي نفسك بتصرف اللي انت حوشته في شهر في شهر تاني. اه. حاجة بتعوض حاجة، وبتبقى انت عارف ان هي فترة مم. مؤقتة ان شاء الله. مم. يعني اللي ربنا خلاك تسافر وكده اكيد ربنا شايلك حاجة كويسة بإذن مم. الله يعني، فاهم؟ مم. بس ويعني مثلا انت دلوقتي بتقول حاجة حلوة قوي. يعني انت بتشتغل، يعني ممكن تشتغل تدفع حاجاتك الشهر ده وتحوش، بس الشهر اللي بعده وممكن ما يعني تحوش. ممكن ما تحوش، فتستخدم اللي انت حوشته اصلا عشان تدفع ايوه الحاجات ايوه. اللي عليك. يعني حرفيا بتحوش شهر شهرين قدام، عشان لو لا قدر الله حصل حاجة. حاجة زي السكن، اه. انت كان عارف اللي حصل لي ايه اول ايه. ما سكنت وكده. مم. قعدت كذا شهر، حوالي 3 شهور او 4 شهور، مم. والحمد لله لقيت يعني سكن حصل. امتى؟ ما انا بقول لك، هو بعد حوالي شهرين ونص بيتهيألي. مم. كان مسافة بعيدة بقى يعتبر. اللي هنا يعرف حاجة زي دي في مم. ديمن، مم. في آخر ديمن كمان. مم. يعني مسافة مثلا ما بينها وما بين السنترال ستيشن مم. حوالي مثلا 5 كيلو أو 4 كيلو ونص. مم. شوف بقى أنت مثلا لما حد يجي يكلمك على شغل، مم. فبتفتح الماب تبص إيه ده، ده سبعة بعيد كيلو قوي. 7 كيلو تمانية اه كيلو بتروح. اه هتروح بيه طبعا مش هتقضيها بقى ترام والحاجات دي كلها. اه. ترام 5 رايح 5 خمسة جاي، جاي. وانت رايح اه تشتغل 3 ساعات او 4 ساعات، اه فهتلاقي مش مجازية معاك، فلازم تركب العجلة فتعود نفسك على العجلة. اه. اول يوم العجلة ده طبعا عايز اقول لك ان انا والله والله روحت البيت وانا اه. طالع على السلالم. شفت انت اول رجلك. اول يوم جيم ليك اه. بتروح بتلاقي جسمك متكسر الفخدة. ازاي حرفيا. والله طلعت كده، طلعت اخبار على الفخدة السلالم مش ايه؟ قادر. فضلت قاعد على السرير شوية كده اتكلم في أو- التليفون اخواتي، ومش قادر. فضلت قاعد حوالي نص ساعة مم. او ساعة باللبس بتاعي مش قادر مم. اتحرك، جسمي اه. كان متكسر مم. حرفيا. مش متعود بقى على مم. العجلة. انت متعود في مصر، انا كان حياتي كلها راكب الموتوسيكل على طول على اه طول، يا اما اه الموتوسيكل يا اما مثلا العربية بتاعت والدي لو مشاوير اه بعيدة او اه. كده، فاهم؟ مم. بس ما كناش بنتحرك بالعجلة دي في مم. مصر، او كنا بنتحرك بالعجلة دي في ايام ثانوي. اه كنا بنروح دروس بيها. اه بس مش زي دلوقتي برضه. دلوقتي شوف اه. المشاوير بتبقى قد ايه، يوميا ممكن مم. تمشي لك ازيد من 15 كيلو مم. بالعجله مثلا. وطبعا مش هتبقى يوم رايح، لان في ناس كتيره بتتكلم في الموضوع ده. تيجي الله تقول له اكبر ايه، الله اكبر. الله اكبر الله أكبر. تيجي تقول له ايه مثلا، انا بمشي حوالي 14 كيلو في اليوم، يقول لك مم. ده انا مشيت حوالي 20 كيلو. مشيت مم. امتى؟ مشيت يوم واحد. لكن انك تمشي كل يوم كل حوالي يوم رايح جاي. 14 15 كيلو، اه دول مشي بالعجله
غير ان انت بقى شوف وقتك في الشغل هتبقى عامل ايه، ما انت مش هتروح تشتغل على مكتب يعني، فاهم؟ هتشتغل برضه، هتتحرك ايا كان بقى، تشتغل ساعتين 3 4 5 10، فاهم؟ برضه ده وقت برضه هلك برضه، فاهم؟ بتتعب نفسك. لكن في ناس بتشوفها اللي هو ايه يا عم عجله يعني بتركب ايه 10 15 كيلو، لك ايه ده انا كنت بركب بروح ماشي 5 6 كيلو ماشي وبتاع. طب رحت قد ايه؟ لك يوم واحد رحت مره العجله بتاعتي العربيه بتاعتي او الموتوسيكل بتاعي حصل له حاجه فرحت بس، وتلاقي يوم واحد، فاهم؟ طيب، ويعني كورق إيه الأخبار؟ كورق هنا اللي انت تعمل ورق هنا مفيش ورق يتعمل هنا خالص. كنا بنسمع برضو قبل ما نسافر كام واحد عبيط كده من ضمن العيال اللي بتطلع على اليوتيوب يقول لك يا جماعة في ورق في هولندا بيتعمل اللي هو مش متذكر اسمه ايه، ان حد لو ليك حد هنا اهلك او ليك حد هنا يساعدك هو ممكن يجيبك. فبدأت لم اتكلم شمل وحاجات حاجة من زي دي. دي وايه وشككك في قرايبك. يقول لك ايه، واللي يقول لك مفيش الكلام ده هنا يا جدعان بيضحك عليك، هو مش بيضحك عايز لك عليك، الخير. مش عايز لك الخير، وهو خايف لا تاخد فلوس منه او تاخد رزقه او اه تاخد مش عارف ايه، فما بيحبولكش الخير وبتاع. فانا كنت فاهم الكلام ده، عارف ان اه مفيش حاجة هناك، وعارف ان اهلي اللي هنا اعمامي اللي هنا اللي لو في حاجة زي ديت هيفيدوني بيها ويساعدوني بيها. فلما كنت اتكلم معاهم يقول لك مفيش حاجة يا ابني والله هنا مفيش حاجة هنا. وكنت بشوف برضو ناس في الكومنتات اللي هي عايشة في هولندا تتريق عليه. لما جيت بقى هنا مفيش الكلام ده خالص يا ابني والله. بسمع فعلا اللي في حاجة واحدة بيقول لك عليها اللي هو العمالة الماهرة دي، سمعت عنها كذا مرة قبل كده. اللي هو لو انت متميز في مهنة معينة ومفيش منك في اوروبا كلها، ممكن تطلب ان هو يجيبك. وفي حاجة كمان برضه متذكرة دلوقتي اللي هو دعوة، اللي هو اهلك عمك مثلا ممكن يبعت لك، اه والدك يبعت لك، خالك يبعت اه لك، ممكن دي. بس اعرف ناس حصل معاهم حاجة زي دي وجم، بس جم بعد تقديمات كتيرة، اه بعد كذا مرة. اه مرة واحد والله وبتترفض اعرفه، على اقل حاجه. اعرفه قدم حوالي 7 مرات او 8 مرات يعني، امم فاهم؟ امم اللي هي الدعوة ديت كان عمه بيقدم له كده. امم قدم حوالي 7 8 مرات وحوالي سنين كتيرة، حوالي 5 سنين جات له. امم فهي بتبقى حظ نصيب، هو امم ربنا كاتب لك اللي انت تسافر في الوقت الفلاني بتسافر فيه. وايه الورق التاني في حاجة تانية ورق يتعمل كده. ماشي. طب ايه الطرق اللي ممكن الواحد يعمل بيها ورق؟ ممكن اللي هنا في هولندا اه هو ما فيش الا الجواز، انك امم تتجوز واحدة مثلا معاها الجنسية وكده، امم هي ممكن تساعدك في الورق. بس انا اسمع اللي هو باين كده لازم تنزل مصر امم وتمتحن في مصر وبعد كده تعمل لك دعوة امم تجيبك. ما اعرفش بصراحة القصة دي، ممكن في ناس عارفة حاجة زي دي لكن ما اعرفش فيها. يعني ما ينفعش تعمل ورق وانت هنا في لا هولندا؟ هو ما فيش حاجة هنا ان انت تعملها في هولندا. امم ويا ريت لو في حد عارف ان في حاجة هتتعمل في هولندا يا ريت يقول لنا، انا هعمل ورق حاجة زي دي لو هي موجودة. اه الناس مثلا بتعمل ايه، ممكن حد ليه حد في ايطاليا، امم مش عارف برضو الحاجات اللي بتتعمل في ايطاليا ايه. اللي انا امم اعرفه دلوقتي في اسبانيا وفي البرتغال. امم اسبانيا انك تقعد سنتين فيها، تعمل شهادة سكن وكده، وتعمل اللي هو مثلا استشارة طبيب، انت تروح عند امم طبيب، تجيب كارت مواصلات، امم تشتري حاجات امم من السوبر ماركت. امم في حاجات كده اللي اسمع عنها اللي هو بيقول لك حاجات تطوعية. امم ده كله اي حاجة بقى من دي انت بتاخد عليها مثلا فاتورة، اللي امم انت ساعدت فيها، اللي انت اشتريتها، اللي انت رحت امم للدكتور، اللي انت عملت شهادة سكن. امم اسمع الموضوع يقول لك تعملها سنتين، امم وبعد السنتين بتاخد اقامة. امم ما اعرفش الصراحة اقامة قد ايه، سنة او سنتين بتهيألي مش متذكر. امم بتفضل تجددها بقى اللي هي اقامة عمل باين كده. امم وفي بقى في البرتغال اللي هي موجودة دلوقتي اللي هو التكوين المهني، دي اه برضو لسه عارف عنها قريب. اللي هو دراسة، امم بتروح تعمل اللي انت بتدرس وكده، بتدفع مبلغ في مكاتب بقى هي متخصصة في الحاجات دي، هي اللي بتبقى بتسهلك في حاجة زي دي. انت بتدفع لهم مبلغ وكده، وبعد حوالي 8 شهور او سنة بتهيألي، معرفش، امم بيطلع لك كارت إقامة بسنة، وبعد كده بعد السنة بتحولها مثلا لإقامة عمل. بس برضو مش هتعرف تشتغل بيها في الاتحاد امم الأوروبي بره، تشتغل فيها هتشتغل بيها في البرتغال بس.
ده اللي انا اعرفه. ممكن حد يبقى ليه طرق تانية يعرف يعملها، بس انا ما مم. اعرفش حاجة. مم. انا اسمع عنها بس يعني، لكن ما مم. مشيتش في حاجة زي دي، ما اعرفهاش. بس وكمعيشة هولندا عاملة ازاي؟ هولندا بقى، بص، لو جيت تقارنها مثلا بالبلاد التانية كإيطاليا مثلا ولا أسبانيا، مم. ممكن تلاقيها غالية. مم. غالية في الأكل والشرب والعيشة كلها. مم. بس لما تيجي تقارنها بالمادية، والضرايب بتاعتها عالية. مم. طبعا أنا ما بدفعش ضرايب، أنت بتدفع ضرايب. أنا ما بدفعش ضرايب، لسه دخلت في القصة دي. آه. ال- اللهم صل على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا الضرايب اه. والأكل والشرب والحاجات المعيشة اه. دي كلها. اه. بس لما تيجي تقارنها، والرواتب بتاعتها أعلى، مم. فاهم؟ لما تيجي تقارنها مثلا بإيطاليا، مم. هتلاقي إيطاليا الرواتب بتاعتها قليلة، والأكل بتاعها برضو والشرب مم. قليل، فهتلاقي هي. مم. أنت بتاخد عالي، فلوس عالية، راتب عالي، برضو أكل والشرب بس بيبقى عالي. كنسبة، هي يعتبر، كنسبة فاهم؟ هي اه، لما يعني في تيجي العموم تقارن تلاقي في غالية. العموم هي، بس في العموم طبعا غالية. مم. عندك ألمانيا. ألمانيا مم. الأسعار بتاعتها أقل من دي بكتير. اه. ممكن تكون النص مثلا. مم. زي ما كان في من فترة في مجلس الشعب كانوا مم. بيتكلموا عن الموضوع ده. مم. واحد بيتكلم عن اللي هو الشامبوهات اه. والأكل اه. والشرب اه. والحاجات دي كلها، قال اه. وهو طالع بالورق ده يعني في انا سوبر حرفيا ماركت في ألمانيا كذا. اعرف ناس بتاخد العربية يوم في الاسبوع تطلع المانيا تجيب حاجات الشهر كلها ما هيدفع الفرق يا بتاعتها. صاحبي، هيدفع الفرق بنزين. انت لا، مش ما واخد هو بالك؟ بيجيب حاجات كتير، بيجيب الفرق هيبقى بنزين برضه. لا، لما تيجي تفكر فيها لان هتلاقي لو انت الفرق ساكن بنزين. على الحدود. ماشي، في حاجة زي دي لو انت ساكن على حدود قريب من يعني ألمانيا خلاص مثلا عادي. يعني مثلا يعني مثلا المكان اللي انا شغال فيه دوت ساعة ساعة ونص من ألمانيا. ايوه، يعني اروح ألمانيا اجيب الحاجة وارجع على طول. مثلا حاجة شهر كاملة مثلا. بالظبط. صح، صح. ممكن دي توفر معاك شوية. مم. بس على ما اعتقد هتدفعها بنزين برضه. مم. هي الساعة وهنا ونص البنزين رايح، غالي. اه. هتدفع الساعة ونص رايح والساعة ونص جاي، 3 ساعات. اه. والحوالي 4 ساعات، 4 ساعات هتدفعهم. فرق الفلوس اللي انت اه. هتشتري بيها الحاجة من هنا، هي الفرق الا الفلوس اللي لو انت جبت بقى باص كامل مثلا. مليته. دي حاجة تانية بقى. اه. بس يعني كمعيشة يعتبر غالية. بس كعيشة كويس. اه. أحسن من البلاد التانية، أنت فاهم يعني، أنت اكيد. عايش هنا أكتر مني وعارف. كطرق. كطرق وكتعامل مع الناس. اه. مفيش عنصرية، أو إحنا لسه ما قابلناش عنصرية، فاهم؟ مم. العنصرية الوحيدة اللي هتلاقيها في العرب اللي زيك صراحة يعني، مم. وأنا دي بقولها من وجهة نظر أنا. مم. ممكن يكون ناس تانية كتير مش موافق معايا حاجة زي دي. مم. بس العنصرية هتلاقيها مع العرب اللي زيك، مع المصري مم. اللي زيك. لما تيجي تتعامل مع مغربي، او تتعامل مع سوري، او تتعامل مع حد تاني مثلا غير جنسيتك، هتلاقي التعامل سلس وكويس. لما تتعامل مع المصري اللي زيك، هتحس ان هو اكنك انت داخل عليه الشغل، مم. وعايز تاخد رزقه. ما يفهمش الارزاق على الله، اللي كده كده ربنا حاطط لك رزق ونعم انت بالله. هتاخده وهو هياخده. لا، مم. هو شايف ان انت لما تخش معاه المكان، يا انت هتاخد مكانه، يا هو هياخد مكانك. فهو بيضطر اللي هو يا اما هياخد مكانك. مم. فانت من الطبيعي بتبقى انت داخل اسود، يعني ما فيش مش معاك عنصرية ورق، همام في فاهم؟ امستردام دي. ما كانش فيه عنصرية. ده كان من مم. واحد يهودي وكده. اه. هنا ممكن اقول لك انا ما مرتش بيه. اه. بس لكن ما مم. اعرفش، ممكن تكون مرت مع ناس تانية كتير. مم. لكن انا لسه ما مرتش بيه. انا مم. بقالي سنة، في اكيد احمد ناس هنا ربنا. بقالها سنين. ممكن اللي عايش هنا اه. طبعا اكيد، او اندمج مع الناس برضو مم. في مجال تاني غير المجالات اللي انا بروح فيها، مم. ممكن يكون قابله عنصرية عادي. مم. وممكن يكون قابل عرب كويسين احسن من اللي انا مم. قابلته. مم. بس عادي يعني، فاهم؟ مم. بس انا بقولك من وجهة نظر على اللي مم. قابلته انا او اللي مم. اتعاملت معاهم. مم. هتلاقي العرب اللي زيك، المصري اللي زيك، مم. بيكره لك الخير. مم. مش بيحب لك اللي انت تبقى شغال معاه، هو مم. بيشوف اللي انت جاي هتاخد رزقه. مم. بس فاهم؟ ودي بمواقف انا مريت بيها بشغل كتير. مم. واخرهم كان شغل انا فيه، تلاقي المصري اللي زيك اصلا كاره لك. مم. كان كاره للخير اللي هو اصلا انت تفضل موجود في المكان. مم. والهولندي نفسه كان حاببني جدا، اللي هو انت مم. اصلا المفروض يعني، لا انا عايز المفروض ادخلك. العكس. انا عايز ادخلك معايا، انا عايز اساعدك. طب انت ليه ما بتخشش معانا في حاجة زي دي تتعلمها اه. وكده؟ اه. تيجي تتكلم مع المصري، لا ابعد بلاش. بلاش عشان خاطر انت تتكلم. مش معاك ورق اه. وكده، ما تتكلمش. اه. ما تتكلمش مع الهولنديين.
تتكلمش معاهم حتى بالانجليزي وكده، فاهم؟ مم. طالما قال لك ما تتكلمش معاهم، اعرف ان هو في حاجه، جزء بينصب عليك فيه، مم. او مش عايز او خايف منك. مم. ده حصل معايا في اخر شغلانه انا شغلتها فعلا. مم. في حاجه هو بيبقى ناصب عليك فيها، مم. بياخد منك فلوس منها، مم. مقابل كده اللي انت شغال اسود. لو جيت اتكلمت هيخلق لك اي حاجه، يقول لك معلش اصل صاحب اه المكان بس بيسأل على الورق بتاعك، اه فمعلش بقى ان شاء الله ربنا يوفقك في استمارة مكان تاني. 6. بس فاهم؟ مم. وانت طبعا مش هتقول اي حاجه، هتقول مم. ايه؟ مم. يا اما تخربها عليه وتخربها على المكان. بس اقول لك، اه المصري يستاهل ان انت تعمل كده، بس الهولندي صاحب المكان ما اه يستاهلش ان انت تعمل كده. اه بس كان سهل، لان انا عادي ممكن مم. تأذي المكان وتأذي شركة مم. الهوريكا، اه تأذيه اصلا. اه تقول مثلا اللي شغالين كلهم اسود وكده، اه وعادي، وهيبقى في غرامة عليه، اه وهيبقى في غرامة على صاحب المكان. اه بس لا، ما اتمناش لصاحب المكان حاجة أذية زي دي، مم. فاهم؟ بس المصري مش عايزين نضرب بقى، فاهم؟ عادي يعني، الله يرزقه ويرزقنا عادي، والارزاق على يا الله رب يعني، فاهم؟ يا رب. تمام. وايه احلى الحاجات اللي انت شايفها في هولندا؟ العيشة هنا جميلة، فاهم؟ اه آه بالنسبة مثلا لبلاد تانية، العيشة هنا مم. جميلة، مم. حلوة يعني. طب وايه اوحش حاجة شايفها هنا في هولندا؟ أوحش حاجة، اه بس ما مرتش، أنا بقالي سنة برضو مش مم. كتير اللي أنا مم. أمر بحاجات مثلا مش كويسة اللي أنا أقولها لك. بس هي أوحش مم. حاجة اللي أنت بقى لسه ما عملتش ورق، مم. فبتقابل الحاجات دي كلها، مش بتاخد حريتك الشخصية. مم. بتلاقي شغل كتير موجود، فيه شغل كتير وفي مم. كل الأماكن مم. شغل، بس يقول معاك ورق؟ مم. لا مش معايا ورق. طيب معلش، بس ما يبقى معاك ورق بتعالى لي على طول، انا شغالك، مم. فاهم؟ على طول. مفيش هنا مم. مكان في هولندا سيف مم. ما فيهوش شغل. مم. الناس كلها اصلا محتاجه شغل، اي مم. مطعم محتاج شغل، مم. اي اي مجال محتاج شغل، مم. بس لازم يكون معاك ورق. مم. هتجيب منين الورق؟ فتبقى انت من نفسيتك تعبانه. مم. وفي نفس الوقت السكن ممكن في يوم وليله تبص تلاقي البوليس داخل عليك، مم. بيخبط عليك زي ما حصل معايا. بس الحمد لله الحمد لله ايه اللي الحمد لله حصل يعني. معاك؟ ومثلا انا حصل معايا مثلا موقف في السكن، انا قلت لك انا قعدت اول حوالي شهرين ونص او اول مم. شهرين عند قرايبي، وبعد مم. كده لقيت سكن مم. قعدت حوالي فيه 4 شهور او 5 شهور. الحمد لله يعني. جه في يوم كده اللي هو في العيد الكبير، مم. تاني يوم العيد الكبير، مم. المفروض ان انا كنت اروح مشوار اول يوم العيد، مم. فربنا اراد ان انا لا، المشوار ده يتأجل لتاني يوم، مم. لتاني يوم العيد. لو ما كانش اتأجل كنت انا هفضل في الشقة مم. والعباس بقى انت عارف مش عايزين نذكر اساميهم، اه هيخش ويمسكني في الشقة وكده، فاهم؟ اه واحنا مش قانون يعني. مم. بالصدفة خرجت من الشقة، مم. بعدها بحوالي ساعة مم. البوليس دخل الشقة. مم. الحمد لله يعني ما كانوش كلهم موجودين، مم. كان في واحد بس هو اللي كان موجود. مم. ويعني ربنا يستر عليك يا صاحبي دلوقتي لو انت هتسمع الفيديو ده، ربنا يستر عليك يعني. اه وشخصية كانت محترمة جدا وعارف ربنا مم. بس هو ربنا مدي لكل واحد نصيبه. مم. كان يعتبر أجدع واحد معانا والله يعني. مم. ربنا يوفقه إن شاء الله وييسر له اللي فيه الخير بإذن يا الله رب. يعني. مم. الوحيد اللي كان موجود في الشقة للأسف، مم. وكان معاه الباسبور بتاعه، مم. فاتمسك بس مم. خرج بالليل. مم. بس طبعا اتاخد منه الباسبور واتعامل معاه حاجات تانية اللي هو المفروض يخرج بره البلد يعني. اه آه، يعني مضى هيترحل. حاجات تانية اللي هو المفروض تعالى لنا بعد كذا يوم، اه خد الباسبور ويكون معاك اه اللي هو حجز الطيران، اه وهتخرج بره البلد، فاهم؟ اه بس ربنا يسر له حاله، انا مش عارف قصته ايه مم. دلوقتي، مش مهم يعني نذكرها. مم. بس وبعد كده بقى رحت برضو قعدت عند قرايبي حوالي شهر مم. ونص، وبعد كده ربنا رضي ان انا رحت سكن تاني، طب فاهم؟ ولو يعني في حد ملوش حد هنا في هولندا، بص تنصحه الموضوع انه مش حاجة يجي ولا ثابتة. لا؟ الموضوع مش حاجة اه ثابتة. مش ممكن انا اقول لك لا ما تجيش، مم. واول ما تيجي مم. تلاقي سكن اه وتلاقي شغل. مم. واعرف ناس اول ما جت سافرت على طول، وممكن مم. تكون ناس سافرت معايا في نفس الوقت او مم. قبل بوقت بسيط او بعد بوقت بسيط، شغالة في نفس الشغل لحد دلوقتي، مم. ربنا يرزقهم مم. ويسترها عليهم يعني، يا رب. شغالة في نفس الشغل في نفس المكان لحد مم. دلوقتي. وفي مم. ناس مثلا من شغل لشغل 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 لشغل، ويريح شوية مم. وشغل لشغل،
فاهم؟ بس كنصيحة الشخص اللي عايز يجي تنصحه بإيه؟ تعالى مم. تعالى وجرب، مم. بس ممكن تخسر. كنصيحة تنصحه بإيه؟ حاول مثلا انت، اللي هو خلاص انت عرفت مثلا ان انت هتسافر وكده، تخش مثلا على الجروبات بتاعت الجاليات اللي في هولندا او مم. الحاجات مثلا اللي موجودة، تبحث عن سكن. مم. اول حاجة تفكر فيها السكن، مم. لان اول حاجة انت تخرج من المطار مم. هتروح فين؟ مم. هتحجز هوستل مثلا مم. المدة بتاعت الإقامة بتاعتك 10 15 يوم شهر، مم. وبعد كده هتصرف فلوس في الهوستل جامدة كتيرة. بالنسبة لواحد جاي سياحة وجاي مم. عايز يشتغل وكده مم. وهيكسر، هتصرف فلوس كتيرة. فلازم أن تكون انت اول حاجة تفكر فيها السكن. مم. هتاخد بعضك وتروح على السكن، لقيت سكن مم. مثلا، بعد كده بقى تفكر في الشغل. مم. معارف بقى، ممكن تمشي في الشارع والله مم. زي ما كنت بعمل برضو عادي، مم. بتخش مطاعم. برضو اقول لك برضو زي همام برضو بتعمل برضو، خش مطاعم والله. working. والله كنت والله كنت بخش اسال في مطاعم والله العظيم. آه. كان عندي بقى قلق، انت هتخش لواحد هولندي تساله على شغل، ما هو كده كده هيرفضك، هيقول لك لا. آه. كنت بخش اسال آه. عادي. مم. انا بسال على شغل وكده، في شغل. مم. بتعرف تتكلم هولندي؟ لا مش بعرف اتكلم. طب انجليزي؟ بتكلم بسيط، فاهم؟ مم. فيقول لك طب الورق؟ لا انا مش معايا ورق. لا مم. طب معلش ما فيش شغل. مم. تسال واحد التاني التالت الرابع التالت، فاهم؟ ممكن واحد يجيبك اصلا اللي هو انت عبد بالنسبه له، مم. مثلا الساعه ب 10 يورو، مم. طب تعالى اشتغل ب 4 يورو. مم. والله اقول لك على آه. حاجه، كان في واحد قال لي قبل كده، في شخص فلاني بدون ذكر اسمه، مم. محل هو معروف، خلي بالك، آه. والمحل ده معروف. بيشغل وهو محتاج شغل، وعايز الساعه ب 4 يورو او 5 يورو، مش متذكر بصراحه، فاهم؟ آه. والله قلت هروح اسيب اشتغل. آه. ورحت سألت عنه آه. ودخلت جوه كلمته وكده، وقال لي طب هات رقم تعرف ان تليفونك. انا برضو وده معروف اشتغلت. خلي بالك، وناس كتير اه. اشتغلت عنده ب 4 يورو ب 5 يورو اه. زي حالاتي، اللي هو اه. عايز بس فلوس بداية. اه. وما تحسبهاش بقى اللي هو 5 يورو هتشتغل لا، ده اه. بيحسبها لك انت هتشتغل 10 ساعات، مش اه. اقل من 10 ساعات، اه. فاهم؟ وبقى الدماغ المصرية ما بتشتغلش دلوقتي. اللي هو انت شغال 10 ساعات 40 اسبوع، يورو 40 50 يبقى كذا، يبقى معاك 1000 اوبا، ال 1000 50 1000 المصري لا. يعني ما بنشتغلش هنا بنعمل فلوس عشان نروح نجيب اكل، ولا عشان نسكن في مصر ونيجي نشتغل هنا. مش بنيجي نشتغل ونروح نصرف ونسكن في مصر، لا، احنا بنشتغل هنا عشان خاطر بنصرف هنا، وبناكل وبناكل هنا. هنا، وبتشرب هنا، وحياتك كلها هنا. فالألف اللي انت هتاخده مثلا هيدفع مثلا فلوس إيجار شقة وأكل وشرب. لو عرفت تعين هتعرف ماشي تمام، ما عرفتش تعين خلاص هتمشي بعد الشهر. عرفت تعين 50، عرفت تعين 100، عرفت تعين 200، هتلاقيهم برضه هيجوا لك في وقت الشهر اللي بعده غصب عنك ممكن تتزنق، وتلاقي نفسك انت بتصرفهم ومحتاج فلوس اكتر منهم، لان انت مش ضامن الشغل اللي انت فيه تفضل ثابت فيه، فاهم؟ وهيطلع عينيك بالفلوس والله، حرفيا هيطلع عينيك. هيطلع اه. عينيك حرفيا حرفيا يعني والله العظيم. بس بتقول انت جاي عشان تشتغل، هتعمل ايه؟ الحمد لله يعني، الحمد فاهم؟ لله. اه. ومثلا زي الشغل، مثلا لو عدى عليك شغل مثلا في مطاعم، المطاعم هنا ممكن تلاقي مطعم مثلا كده كده، معظم المطاعم بيبقى فيها الجزء بتاع البار، فبيعمل مشروبات كحولية والحاجات دي كلها، منزل خمور. الحاجات دي كلها. اه. وفي مثلا شباب برضو ورجالة، لما تيجي مثلا تشتغل وتندمج في الشغل وكده، والفلوس مثلا تبقى معاها، يستسهل اللي يمشي في الحرام، ويروح مثلا يجيب يشرب بيرة، الكحول، الحاجات دي كلها، من انت فاهم موجودة الخمور. في الهايبر، تبص تلاقي يعدي على زي الكوفي شوب. تمنها تمن مم. كان زيت البيبسي، ارخص. او ارخص بتهيألي كده من لا لا، البيبسي. الخمور ارخص من سنة الميه. بيعملوا عليها العرض والله العظيم. اه. بشوفها هنا في الهايبر اللي هنا في الديرك، اه. بتبقى ب50 سنت او 60 اه. سنت. ارخص من الميه. اصلا الكنز مش البيبسي مش ب50 سنت. اه. ارخص من البيبسي الميه، البيبسي الخمور بيقولوا ارخص حاجة. من الميه. اه. فمش معنى مثلا الفلوس جريت في ايدك، او انت راجل كنت بتشرب مثلا مم. دراجز وكده في مصر وكده، فتيجي هنا تلاقي الدنيا مباحة تشرب وتضيع خالص. ومش عشان مثلا برضو ربنا رزقك بقرشين، او ربنا رزقك الدنيا اتحركت معاك حتى، فانت بقى تروح تتنطط على خلق الله بقى، وفي مصر اصحابك انا في المكان الفلاني، وانا مش عارف ايه، وانا كذا، وتفضل تصور نفسك وتنزل في الاماكن.
احنا بنصور وننزل وكده عادي، بس بتبقى كل فين وفين، وربنا عالم بالنوايا في حاجه زي دي يعني، فاهم؟ نتمنى طبعا لاصحابي اللي في مصر، ونتمنى لاخواتي كلهم اللي في مصر اللي هم يسافروا عادي، مفيش مشكله ان ربنا يرزقهم زينا عادي. بس ما اتمناش لحد مثلا ان يكون بيشرب او يكون هو واد فلاتي في مصر اصلا يجي هنا يبقى فلاتي اكتر، لان هنا الحرام سهل جدا. مفيش اسهل منه انك تشرب خمور هنا، سهله جدا. انك تبقى انت مثلا متصاحب بنات والحاجات دي كلها سهل جدا. انك تروح مثلا يعني استغفر الله تروح تزني سهل جدا برضو عادي. آه مفيش اسهل من الحرام منه. اسهل حاجه الحرام منه سهل. فلا هتمشي في الحرام، فهتمشي في الحرام عادي، هتلاقي كده كده ربنا برضه هيوقعك برضه في ناس يعني تعمل الحرام معاك. تعمل الحرام وهيوقعك برضه في، مش هتبقى لاقي شغل، وهتلاقي حياتك كلها خربانه اصلا. فانت راجل رايح تسعى لاكل عيشك، ورايح تشتغل عشان اهلك اللي في مصر مثلا او عشان نفسك. فخليك مع ربنا ايا كان، حتى لو انت راجل مش ملتزم في الصلاه قوي، حاول ان انت برضه تلتزم في الصلاه وتقرب من ربنا، لان زي ما انا قلت لك والله الحرام هنا مفيش اسهل منه قوي. ما تمشيش في سكك الحرام وتقول مثلا ده انا غصب عني، طب اجرب. طب اجرب يا عم، ايه المشكله؟ اما صاحبي مثلا ممكن انا ماشي مع صاحبي، طب ممكن اجرب يا عم معاه مثلا. ممكن اخش يا عم الديسكو معاه. الرجاله لا تسمعني الرجاله لا تسمعني، مش كل شويه تقول لي يا جدعان تعالى نخش الديسكو ونروح، تعالى الديسكو، ابعدوا عني. دي نصيحه مني ليكم. انتوا لو تعرفوا انا كنت بعمل ايه في مصر هو انا ليه حاسس انك بترمي كلام على شخص معين؟ انتوا لو تعرفوا انا كنت ايه في مصر والله يا جدعان، او جايز قبل ما اجي مصر على طول انا كنت فين وبعمل ايه وحياتي كانت عامله ازاي، وصحبتي كانت عامله ازاي. والله ما يعني مش هتقولوا لي كلمه زي دي خالص والله يعني. يعني انا صحبتي كلها مش صحبة والله، ما بقولش عليهم صحاب، بقول عليهم اخواتي. اخواتي والله يعني. كنا ننادي على بعض واحنا في واحنا رايحين نصلي الفجر، بس وصلت ليل الفجر نتصل نصحي بعض كده، اللي هو يلا يا احمد نصلي الفجر، نقعد بعد الفجر. الله يمسيهم بالخير يعني. نقعد بعد الفجر والشيخ احمد واصحاب الجمال. اه والله ايام جميله جدا. انا بتمنى الايام دي ترجع، وهترجع باذن الله، ان باذن الله، شاء وهرجع الله، بالسلامه باذن الله. ان شاء الله. والايام دي مفيش احسن منها، والله ما في احسن منها. مفيش هنا صحبه تيجي تقول لك تعالى معانا نروح نصلي، تعالى معانا نروح نسمع درس دين، تعالى نروح نزور نعمل صلة رحم، نزور قرايبنا، طب تعالى نزور واحد تعبان مريض، طب تعالى نعمل اي حاجة لله، طب نطلع اي صدقة، طب تعالى نساعد حد. مفيش هنا حد كده، مفيش خالص حد هيساعدك في حاجة زي دي، فاهم؟ انت اللي للاسف. لازم انت تبقى حاجة دي جواك، انت خلاص احتفظ بيها. انت تعرف ممكن تعملها مع اصحابك تجر صاحبك، انت لو ما جريتش صاحبك ممكن صاحبك هو اللي يجرك اصلا للغلط. للغلط. لو انت اللي ما جريتوش انت هو اللي هيجرك، فاهم؟ دي فكرة. فالمقصد من الموضوع ده كله ان انت ما تجيش هنا وتعمل نفسك عشان خاطر انت سافرت بقى وخلاص، ومثلا اهلك مش هنا وخلاص بقى انت ضامن اللي هو هتشتغل والحاجات دي كلها، او ليك قريبك او ليك صاحبك هيشغلك. لا، الضمان لله وحده. ممكن زي ما ربنا سفرك عادي يخليك هنا في ايه، تنام في الشارع مش لاقي مكان انت تاكل منه اصلا ولا تشرب منه. بس فالملجأ الوحيد اللي انت يعني مالكش الا هو انك تقرب لربنا. قربت لربنا ومشيت ونعم في بالله. سكة المخدرات وسكة البنات، هتلاقي نفسك في الأرض، وهتلاقي نفسك في الآخر عشت حرام في حرام، وهتلاقي نفسك هترجع مصر. وحتى لو عشت هنا مش شرط اللي انت ممكن تعمل فلوس والحاجات دي كلها من الحرام، ممكن تعمل فلوس من الحرام وكل حاجة، بس هتبقى كلها عيشتك في حرام برضو للأبد برضو، فاهم؟ وبس وما فيش حرام بيدوم. كده مش هيدوم. اللي بيجي حرام بيروح حرام بس. حبيبي، انا بشكرك، وبشكرك انت كمان لو لسه بتتفرج لغاية دلوقتي. وحابب اقول لك ان ديت كانت تاني حلقة من بودكاست من البحر للحلم. صحيح، انت حلمك ايه؟ حلمنا كبير ان شاء الله ان ربنا ييسر الحال كده باذن الله، ونعمل ورق هنا دي حاجه مثلا، ان ربنا يبعد عننا الشيطان هنا بس. ان ربنا يبعدنا اعوذ عن الحرام بالله. بجد والله، ان ربنا يبعدنا عن الحرام واي حاجه من الحاجات الغلط دي كلها، فاهم؟
بس وربنا ييسر الحال لينا اللهم وللرجاله اللي امين عايز يا رب. تسافر كلها. اللهم ومش امين معنى يا ان رب. انا حكيت مثلا قصه معايا دلوقتي آه، ان ده تمشي على الكل، دي مثلا قصتك انت اه والاكسبيرينس بتاعك بتاعت انت. انا اه انا تعبت، مش معنى اللي غيري هيجي يتعب زي نفس التعب، ممكن اه يتعب اكتر وممكن ما يتعبش خالص، وممكن تكون الدنيا معاه متيسره يعني معاه زي ما هنا خالص. بيقولوا في هولندا زي السكينة السخنة في الزبدة. بس فاهم كده. ومش عشان بقى انا بحكي دلوقتي وهنحكي قصتي دلوقتي يعني عن السفر والحاجات دي كلها، ايا كان هتبقى بحاجه حلوه او حاجه وحشه، فمعنى كده ان انا اكون بحبطك او ما بحبطكش. ممكن تبقى انت حالك احسن من حالي وربنا كاتب لك الخير احسن مني، وممكن تبقى زيي وممكن تبقى اقل مني بحاجه بسيطه. ايا كان اللي هيجي لك ايه انت قول ولا الحمد لله. بتشجع حد ولا بس بتحبط حد، انت جاي اه بتحكي قصتك انت. وايا كان اللي هيحصل لك الحمد لله، واكيد ربنا هيبقى كاتب لك الخير باذن الله، ايا كان هنا او في مصر. مم. ما تجيش بحر، مفيش حاجة اسمها بحر، ما تجيش بحر. بنسمع عن الموضوع بتاع البحر دلوقتي ان كل شوية ناس تغرق تسافر اجر غير شرعية ويغرقوا في البحر. لا، فبلاش، منها نصيحة من اخوكم، بلاش بحر. حتى لو بتشوف صحابك ولا بتشوف اخواتك اللي هناك، العبط اللي عمال يقول لك انا قدام الدام في اه ايطاليا والحاجات العبيطة دي كلها، يقول لك تعالى، او الشغل او الحاجات دي كلها، ما تسمعش كلامه، لان بنسبة 99% انت هتغرق، واهلك هيزعلوا عليك واهلك هيحزنوا عليك، وهتبقى يعني مم. حزين. ح- اكسر بقى الحاجة دي. حابب تعرف كل حاجة عن الهجرة غير شرعية؟ شوف أول حلقة من البودكاست ويعني اتفرج عليه، عشان أنا كنت بتكلم مع أحمد برضو، بس أحمد تاني. كنا بنتكلم برضو عن موضوع الهجرة الغير شرعية وإزاي جه وإزاي يعني تعايش مع الهجرة الغير شرعية. وبكده احب انهي برضو الحلقة ديت واقول لك ما تنساش اللايك الجميل والكومنت الاحلى، وما تنساش برضو تشترك في القناة، واشوفك ان شاء الله الحلقة الجاية. وانا لسه لغاية دلوقتي ما عنديش قفلة للبودكاست، السلام فسلام. عليكم.